بيبدأ فيلمنا في حفلة كده على الضيق، بتفاجئ جودي نيكوالد وبتديله دبوس الجزر بتاعها، وده بالنسبة له مش مجرد هدية، دي بالنسبة له حاجة تانية خالص. وساعتها بنعرف ان زوتوبيا بقى ليها عمدة جديد، حصان ضخم كان زمان ممثل ونجم سيما والناس بتحبه، اسمه بيريان وينج دانسر. وبعدها بيظهر العمدة الجديد لمدينة زوتوبيا في مؤتمر صحفي، وبيوعدهم ببناء مدينة متطورة والكل هيعيش في أمان وسلام. ووقتها وش جودي بينور من الفرحة، وبتحس ان أخيرا زوتوبيا ماشية في السكة الصح. وفي اللحظة دي جودي بتقلب على مود الهزار وبتخطف نضارة نيكوالد بسرعة الأرنب وبترميها بعيد، ونيك لسه بيقول يا هادي، بتديله لكمتين كده على الخفيف. وساعتها نيكوالد بيضحك الضحكة اللي فيها استسلام وبيقول يعني كده؟ طيب مردودة لك إن شاء الله. وتاني يوم الصبح بتصحى جودي بدري منظمة كالعادة، كل حاجة مترتبة بالسنتي وشايلة الشارة كأنها تاج فوق صدرها. أما نيك فبيصحى بالعافية وبيتمطع وبياخد القلم بتاعه وبيستعد لأول يوم عمل. وساعتها بنفهم إن اللي بينهم مش مجرد شغل، دي بداية الحكاية لسه بتتكتب. وبنروح بعدها لمركز الشرطة وبيوصل بوجو وبيبدأ الاجتماع الصباحي، وبيقول بكل جدية النهاردة عندنا مهمة صعبة جدا. الهدف آكل نمل اسمه أنطوني، بيهرب حاجات ممنوعة من ورا الجمارك وعامل فيها أذكى واحد في العالم. وساعتها بيوزع بوجو المهام، الضابطة هوبتون هتراقب التحركات في المنطقة، والحمير الوحشية هيكونوا الدعم لو حصل أي شيء مفاجئ. وأخيرا بيجي دور نيك وجودي، ولكن وقتها بيفاجئهم بوجو إنهم مش موجودين. وفي اللحظة دي بيدخل كلو هاوزر وبيقوله إن الاتنين قرروا هيحققوا في القضية بطريقتهم الخاصة. فبيتعصب بوجو جدا وبيقول يا جدعان دي مش لعبة، ما ينفعش كل واحد يشتغل بدماغه. وبعدها بنشوف نيك وجودي داخل المينا لابسين لبس خروجات ومعاهم بيبي صغير داخل عربية أطفال كأنهم زوجين. وبيطلب نيك من جودي تتمسك بالخطة وتكون هادية وإن كل حاجة هتمشي تمام. ووقتها بيشوفهم أنطوني وبيقول لهم إن دي منطقة خطر ولازم يمشوا من هنا حالا، لكنه لما بيشوفهم كزوجين غريبين بيتحمس وبيقول إن العلاقات بين الأنواع بقت حقيقية. وبعدها بيسألهم أنطوني انتوا بتعملوا ايه هنا؟ فبيناشدوا نيك وبيقول له إنه ابنه تعرض لحادث ومبقاش يعرف يمشي، وكان حلمه ياخد توقيع من سواق القطر، وبيطلب من أنطوني يوقع على الجبس عشان يفرحه. وفعلا بيصدق أنطوني الكلام وبيبدأ يوقع على الجبس. لحظة كده، أنا شايفة الثعلب الصغير ده فين قبل كده؟ حد فاكره؟ المهم بتستغل جودي الفرصة وبتحاول تفتح حاوية في المينا، وفعلا بتنجح جودي في فتح الحاوية، لكن أنطوني بيكشف هويتهم. وفي لحظة بيركب عربية وبيهرب بسرعة من المينا، وفجأة بيظهر خنزير راكب عربية قديمة وبيطلب منهم يوسعوا، وبدون تفكير بياخد نيك وجودي العربية منه وبينطلقوا بيها ورا آكل النمل، وبيحاولوا يقبضوا عليه. وأثناء المطاردة بيطلبوا قوات الدعم السريع، وبيوصل الضابط هوبتون وبتأمرهم ينسحبوا عشان تشوف شغلها، لكنهم ما بيهتموش بكلامها وبيكملوا المطاردة بكل حماس. وبعدها بيحاول ضابط فرس النهر يوقفهم لكن مفيش فايدة. وبعدها بيخبط أنطوني في لوحة على الطريق وبيغمى عليه، وبتفضل العربية ماشية بسرعة جنونية. فبتنطلق جودي بالعربية زي الصاروخ وبتلحق عربية أنطوني، وبتنجح فعلا إنها تنط في عربيته وبتحاول تسيطر عليها. في النهاية بتقدر جودي إنها توقف العربية اللي بتصطدم بحاجز الكوبري وبتخبط في تمثال مؤسس زوتوبيا العمدة ليندسلي. وفي اللحظة دي بيظهر 2 الضباط الحمير الوحشية وبيقبضوا على أنطوني. ووقتها بتلاحظ جودي هروب زاحف من عربية أنطوني وبتلاقي جزء من جلد أفعى، والحكاية كده شكلها هتسخن. وبعدها بنروح لمركز الشرطة وبنشوف جودي وناك وهم منتظرين التهزيء كالعادة. ووقتها بتتفرج جودي على فيديو على اليوتيوب لقندس مؤمن بنظريات المؤامرة اسمه نيبلس، وبيقول إن غريب إنهم يلاقوا جلد أفعى في عربية الراجل ده، وكمان ما شافوش تعابين في زوتوبيا من أكتر من 100 سنة، وده كان غريب جدا. وفي اللحظة دي بيقول لها نيك غريب إنك بتتابعي الحاجات دي أصلا، انت نسيتي إنك أرنوبة. وبعدها بوجو بيطلب منهم يدخلوا المكتب وبيقول إن القضية دي من اختصاص الحمير الوحشية، وبتحاول جودي تقنعه إن الموضوع مش مجرد تهريب ممنوعات، وبتوريله جلد الأفعى اللي لقيته في عربية أنطوني. لكن بوجو ما بيهتمش بكلامها وبيقول لهم إن وجودهم مع بعض خطر كبير على المدينة وعلى الحيوانات، وبيطلب من الجميع إنهم ينصرفوا ما عدا نيك وجودي. وبيبدأ يكلمهم بهدوء وبيقول لهم إن قراراتهم الغلط بتأثر على القسم كله، ولو استمروا كده هيتفصلوا نهائيا. وبيطلب منهم إنهم يهدوا اللعب شوية ويتصرفوا بعقلانية. وبيكمل كلامه وبيقول لهم إن المرة دي عندهم مهمة مناسبة جدا ليهم، ولو ما التزموش بالتعليمات هيضطر يفصلهم فعلا. وبعدها بنشوف نيك وجودي في محاضرة بعنوان اتعرف على شريكك، وبنشوف المحاضر وهو بيرحب بيهم وبيقول إن كل ضابط لازم يتقبل شريكه في العمل حتى لو كانوا مختلفين تماما، وده جزء من الشغل.
وبعدها بيخرج نيك وجودي من القاعة، وبنشوف باقي الضباط وهم بيتفرجوا على فيديو المطاردة وبيسخروا منهم. لكن نيك بيهمس لجودي وبيقول لها سيبيهم في حالهم، احنا أكبر من كده. وبمجرد ما بيطلعوا بره مركز الشرطة، جودي بتدي نيك كتاب التعارف وبتقول له اقراه يمكن يساعدنا نشتغل مع بعض من غير مشاكل، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بنشوف جودي وهي راكبة القطار وبتكتشف ان مغامرتهم الأخيرة بقت ترند على شاشات الأخبار، وده بيخليها تعيد التفكير في كل حاجة حصلت. وبنرجع تاني لنيك وبنعرف وقتها ان بيته تحت جيم للفيلة، وكل شوية سقف البيت بيتهز جامد والقلم الجزرة كان هيقع، وبيلحقوا نيك بسرعة. ما هو ده مش أي قلم، ده هدية من جودي. وعلى الناحية التانية بمجرد ما بتوصل جودي لسكنها بيتصل بيها باباها ومامتها عشان يطمنوا عليها بعد اللي حصل في مهمتها الأخيرة. وكالعادة بتقول لها مامتها هو انتي مش ناوية ترجعي؟ مش كفاية شغل كده؟ عايزين نفرح بيكي بقى. فبتبتسم جودي وبتضحك بكسوف وبتقول لها كل شيء بأوانه. وبتنتهي المكالمة وبتحس جودي بالزهق والملل، وبتحاول تقرأ كتاب شركاء العمل اللي أخدته في المحاضرة، بس قبل ما بتفتحه بتشغل التلفزيون الأول يمكن تلاقي حاجة تسليها. وساعتها بتشوف نشرة الأخبار وبتعرف إن في حفلة كبيرة الليلة في قصر حفيد مؤسس زوتوبيا نفسه واللي اسمه ميلتون، وهيحتفل فيها بتدشين كتاب تاريخ مدينة زوتوبيا. وبنكتشف وقتها إن زوتوبيا متقسمة لأكتر من قطعة، مناخهم مختلف من التلج والبرد القارس لحد الصحراء، والجدران اللي بينهم بتتحكم في المناخ والحرارة. وفي اللحظة دي عين جودي بتلقط شاحنة على شاشة الأخبار، ولما بتراجع تقريرها بتكتشف إن دي نفس العربية الفان اللي أنطوني حاول يهرب بيها أثناء المطاردة. وبين الأوراق والتقارير بتلاقي جودي مجلة عن تاريخ زوتوبيا، وده بيشد فضولها أكتر. وبتبدأ جودي تبحث وتدور ورا الخيط ده، وبتوصل لفيديو من نابلس صاحب نظريات المؤامرة بيتكلم فيه عن كتاب تاريخ زوتوبيا، وبيقول بكل رعب إن في حاجة وحشة جدا هتحصل في مدينة زوتوبيا قريب. وبيفكرنا إن آخر مرة ظهرت فيها أفعى في زوتوبيا حصلت جريمة قتل السلحفة، ومن ساعتها تم نفي الزواحف بره المدينة. فبتتصدم جودي من كلام نابلس وبتفتكر جلد الأفعى اللي لقيته وهي بتطارد أنطوني. الموضوع شكله أكبر من مجرد تهريب، ربنا يستر. وبنرجع تاني لناك وبنشوفه قاعد بيقلب في الأفلام اللي كان بيمثل فيها العمدة بريان، مستكن كده وعايش اللحظة. فجأة موبايله بيرن وبتكون جودي على الخط، وبتحكي له بسرعة عن اللي حصل وإنها وصلت لحاجة كبيرة محتاجة يتصرفوا فيها سوا. وقبل ما يستوعب ناك الكلام بيخبط حد على بابه، فبيقول لنفسه أكيد البيتزا اللي طلبتها وصلت، لكنه بيلاقي جودي واقفة على الباب وعينيها مليانة قلق وبتقوله أنا عارفة إن في حاجة غلط بتحصل ولازم نلحق نكشفها قبل ما تحصل مصيبة. وبتطلع جودي من شنطتها الزي الرسمي بتاع المرور وبتديهوله وبتقوله يلا بينا يا نجم، وبينطلقوا. وبنروح بعدها على قصر ميلتون، وهناك بنشوف حفلة كبيرة جدا فيها النجمة غزالة بتكون متألقة على المسرح ومولعة الدنيا، والحفلة مليانة حيوانات من كل شكل ونوع والكل بيرقص وفرحان، حتى الحيوانات الليتل كمان. وساعتها بيوصل السيد باج للحفلة وسط حراسة مشددة من البادي جاردات، وبيوصل للحفلة العمدة الجديد بريان. وانت فاكر الليلة هتعدي على خير كده؟ لا أبدا. وساعتها بنشوف الضابط كلو هاورز وهو بينظم المرور وبيلبس العربيات في الحيط وبيفتح الطريق لجودي ونيك من غير ما يحس. وبمجرد ما بتوصل جودي ونيك للمكان بيلاحظوا وجود أكتر من عربية شبه اللي كان راكبها أنطوني، وبتلاحظ جودي إن في واحدة فيهم لسه دافية وده معناه إنها وصلت آخر واحدة. وبتلاحظ جودي باب مفتوح، فبتقول لنيك واضح إن الضيف الغامض دخل من هنا. وبعدها بتطلع جودي بدلة وفستان لزوم الشغل، وبتطلب من نيك يلبس البدلة بسرعة عشان يندمج أكتر. وبتلبس جودي فستانها اللي شكله جامد قوي، وفي اللحظة دي بيرمي نيك إفيه كالعادة وبيقول لها هو ده تسلل ولا عرض أزياء؟ فبتقول له جودي وهي بتمسك الفستان أنا طول عمري شيك بس أنت اللي مش واخد بالك. وبعدها بتدخل جودي ونيك للحفلة وهما متشيكين على سنجة 10 تقولوش نجوم سيما، وساعتها بتلمح جودي فلاير في خريطة لموقع الكتاب، ووقتها بنشوف كتاب تاريخ زوتوبيا محفوظ في صندوق إزاز جوه منطقة مقفولة مش أي حد يدخلها. وهي طبعا كانت عايزة تشوف الكتاب عن قرب، لكن الموضوع مش بالسهولة دي. في اللحظة دي بيعمل نيك حركة سريعة من بتاعة مكر الثعالب وبيسرق قلادة من دبة شيك، وبعدين بيرجعها لها وبيقول لها دي وقعت من حضرتك يا فندم. فبتشكره الدبة وبتسمح لهم يدخلوا المنطقة الممنوعة. وساعتها جودي بتقوله انها عايزة تشوف الكتاب عن قرب، وبتطلب من نيك يفضل مصحصح لو حصل اي حاجة غريبة ينبهها. وبتوصل جودي اخيرا للكتاب وبتبص عليه عن قرب، وبتلاحظ ان عليه ختم براءة اختراع باسم ليندسلي. بس فجأة الجو بيتقلب لما بيوصل بوجو الحفلة، فبتتوتر جودي جدا وهي بتحاول تهرب من الموقف، بتخبط بالغلط في وشك وبتوقع المشروب على هدومه، وبتعتذر له جودي وبتديله منديل، فبيشكرها وبيعرفها بنفسه وبيقول لها أنا باوبرت ابن سيد ميلتون الصغير.
ووقتها بيلاحظ نيك اندماج جودي مع باوبرت، فبيغلس عليها وبيكلمها في السماعة اللي لابسينها وبيقول لها كله تمام. شكله بيغير ولا ايه؟ المهم بتفصل جودي سماعتها وبيفتكر نيك ان العطل عنده، فبيوقع سماعته بالغلط، ولما بيحاول يوطي عشان يجيبها بيلاحظ حاجة غريبة على الارض، جلد أفعى. الحكاية شكلها تحلو. وبمجرد ما اخوات باوبرت بيشوفوه واقف مع جودي بيقولوا له اطلع بره الاستيدج، المكان ده للناس المهمة. وساعتها بيحس باوبرت بالاحراج والاضطهاد وبتستغرب جودي من اللي حصل. وبنرجع تاني الناك اللي بيكون مصدوم وبيحاول يعرف مكان الأفعى، وفعلا بيقدر يحدد مكانها كان فوق النجفة وبتستعد للهجوم. فبيجري ناك عشان يحذر ميلتون، لكنه فجأة بيتصدم ببوجو رئيسه في الشرطة، واللي بيتعصب جدا لما بيشوف ناك وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش ناوي تجيبها البر ابدا. وبياخده وبيعيده عن المكان، وبيضرب نيك سبوت الإضاءة ناحية الأفعى، وساعتها بتتصدم جودي. وفي عز كلام ميلتون عن كتاب زوتوبيا بتقلب الأفعى الترابيزات وبتنط على المسرح، فبيترعب كل اللي موجودين وبيحصل هرج ومرج في المكان. وفي وسط الهيصة دي كلها بيخطف الأفعى ميلتون وبياخد معاها كتاب زوتوبيا، ومن غير تفكير بتنطلق وراها جودي ونيك، وبتقع النجفة وبتعطل نيك، وبتفضل جودي تطارد الأفعى اللي بيدخل المطبخ، وبتوصل أخيرا لمكتب ميلتون وبتعمل اسكان لعين ميلتون عشان تفتح الصندوق اللي جواه الكتاب. وفي اللحظة دي بتوصل جودي وبتحاول تمنع الأفعى وبتطلب منه ما تعملش حاجة غلط، لكنه بيقول لها بخوف احنا مش الأشرار الحقيقيين هم عائلة ليندسلي. وبتكمل كلامها وبتقول لها ان عائلة الوشق هم السبب في نفيهم من زوتوبيا، وان السر موجود في الكتاب. في اللحظة دي نيك بيوصل في هدوء وبيضرب الأفعى بطاسة تقيلة وبوم بيغمى عليه في وقتها، وبيتحرر ميلتون وبيقف على رجله وبياخد الكتاب مرة تانية، وبيأمر أولاده بقتل الأفعى، وبيبص لجودي ونيك وبيهددهم وبيقول لهم لو نطقتوا بأي حاجة عن اللي حصل هنا هخلص عليكم. فبتتصدم جودي ونيك من اللي حصل وبيقرروا ما يستسلموش كالعادة. وفي اللحظة دي بتخبط جودي مجرفة في الدفاية وتولع الدنيا وتحاول تسحب الأفعى عشان تهربها بمساعدة نيك. وفي اللحظة دي بيوصل جوجو فبتعضه الأفعى بالخطأ وبيغمى عليه وبينكسر ناب الأفعى. وفي اللحظة دي بيسحب جودي ونيك الأفعى ويرموها من الشباك، وبيوصل شخص غامض وبياخد الأفعى من التلج على دراجة بخارية ويهرب بسرعة. وبتستغل جودي انشغال ميلتون وبتاخد الكتاب هي ونيك وينطوا من الشباك ويتزحلقوا على التلج. وبعدها بتصدم جودي ونيك عربية فخمة وبتطلع عربية السيد بيج واللي بياخدهم معاه وبينطلق. ده الأحداث شكلها هتحلو بجد. المهم كل الأخبار بتتكلم عن اللي حصل في الحفلة، والعناوين كلها بتقول إن الأفعى هي المذنب، والمتورطين معاه هم جودي هوبس ونيك وايلد. والكارثة الأكبر إن بسبب اللي حصل الرئيس بوجو اتنقل المستشفى في حالة خطرة. وبعدها بيطلع بريان وبيقول إن بوجو مات، بس فجأة بيضحك وبيقول إنه هزار تقيل. وبعدها بنشوف ميلتون وهو بيهدد بريان وبيقول له لازم تقبض عليهم حالا وإلا هتحصل العمدة السابق بالويدز. وبيؤمر بريان بالقبض على نيك وجودي، وبتنطلق عربيات الشرطة تدور عليهم في كل مكان. وبنرجع تاني لجودي ونيك في شنطة عربية السيد بيج، وساعتها بيوصل لجودي اتصال من باباها عشان يطمن عليها، فبتتردد جودي ومش بتعرف تتصرف ازاي. في الوقت ده بياخد نيك منها الموبايل وبيقول لها الحل بسيط وبيكسره، وبيقول لها بكل بساطة الموبايل أكيد متراقب وبكده مكاننا هيتعرف. وبعدها بياخدهم حراس سيد بيج اللي مصنع الشنط والملابس للحيوانات الليتل. وبعدها بيقابلوا السيد بيج وبنته فوفو واللي سبق وتعرفت على جودي لو تفتكروا في الجزء الأول. وبيقول لهم سيد بيج إنه دلوقتي بيشتغل في تصنيع وبيع الملابس. ولما بتحاول جودي تسأله عشان تعرف الحقيقة بيقول لها جملة عميقة المعنى: ساعات لما الدنيا بتلف الحل مش إنك تجري أسرع، الحل إنك تقف وتفهم هي بتلف ليه. وبيوعدهم إنه هيساعدهم يهربوا ويديهم بطاقات هوية والفلوس وكل اللي محتاجينه، وبيديهم رقم تليفون اليوتيوبر نيبلس اللي بيجي ياخدهم يروحوا المنطقة سرية واللي بتكون عبارة عن عالم تاني فعلا. المكان كله مليان كائنات بحرية وأسماك وأفراس نهر ودلافين. وكالعادة نيك لازم يوقع نفسه في مصيبة وبيسيء بالغلط لدولفين، وبعدين بيهزر مع أسد بحر مهرج، والموضوع بيقلب توتر وبيحاول يراضيه ويديله عملة معدنية، لكن المفاجأة إن العملات ممنوعة هنا، اتدفع عنهم بالسمك. وبعدها بيوصلوا عند المينا وبيدق نابلس جرس قديم، وبيظهر فجأة شخص غريب اسمه بوب وبيرحب بيهم بطريقة غريبة، وبيغطس ويطلع تاني وعلى ظهره مركب عايم، لكنه بيغرق هدوم نيك مية، فبيضطر نيك انه يرمي قبعته المبلولة ويركب مع جودي فوق ظهر بوب.
اللي بيبدأ يعوم بيهم ويشغل مزيكا رومانسية كده على مزاجه. وبعدها بتوصل الظابطة هوبتون للمينا وبتلاقي قبعة نيك وبتتعرف عليه من ريحتها، وبتسأل أسد البحر المهرج عن مكانهم، فبيقول لهم خدهم بوب ومشي. وفي اللحظة دي بنكتشف إن الأفعى وشريكه الغامض موجودين في المينا وبيراقبوا كل اللي بيحصل. وبنرجع تاني لنيك وجودي اللي بيوصلوا لمخبأ الزواحف في سفينة قديمة غرقانة تحت المية، ووقتها بيترعب نيك جدا من شكل المكان. وفي اللحظة دي بتستغل جودي خوفه وبتقوله الحق اللي تحت رجلك، فبيطير نيك في الهوا وبيتزحلق وبيقع وبيشد ودان جودي بالغلط. ووقتها بيسخر منه القندس نبلس وبيقول له ده انت ما حصلتش حتى عيل صغير. وفي اللحظة دي بيوصلوا لبيت الزواحف، وبمجرد ما بيفتح نبلس الباب بتحس انك داخل نايت كلاب في شارع محمد علي، وبتدخل جودي بحماس للمكان على عكس نيك اللي بيكون مرعوب جدا من شكل الزواحف. وفجأة بيدوس نيك على ديل سحلية بالخطأ فبيتقطع ديلها، ووقتها بيترعب نيك اكتر وبيصرخ وبيحاول يلزق ديلها تاني لكن مفيش فايدة، فبتطمنه السحلية وبتقوله ما تقلقش هيطلع تاني يا ذوق. واخيرا بيوصلوا لسحلية شكله غريب تحس انه مستر اكس في زمانه، وبنعرف ان اسمه اللول. وبيقول له نبلس ان جودي ونيك جايين يسألوا على شوية حاجات، فبيقول لهم اللول بهدوء كلوا الاول وبعدين نتكلم، وبيقدم لهم طبق دود شكله شهي. ووقتها بتقرف جودي ونيك من المنظر وبيجوا على نفسهم وبيحاولوا يرضوه، وبياخدوا كل واحد دودة وياكلوها بالعافية. وبعدها بيهزر معاهم وبيقول لهم ها انا اصلا ما باكلش ديدان، وبيمسك الكتاب وبيقول لهم ان الكتاب ده بيتكلم عن التعابين بس، وخصوصا نوع معين منهم، وده واضح من الرسومات والالوان المخفية اللي جواه. وبيقول لهم ان الكتاب ده فيه سر كبير، سر محدش عارفه، وبيأكد لهم ان الزواحف عاشوا في زوتوبيا زمان لحد ما حصلت جريمة قتل وتم نفيهم تماما، وان الزواحف عايشين حاليا في تجمعات بسيطة في مكان على اطراف المدينة. وفجأة بتوصل الشرطة للمكان وبتهرب جودي ونيك بسرعة. وفي اللحظة دي بتظهر أفراس النهر وبيستغل الأفعى الفرصة وبيخطف الكتاب وبيهرب. وساعتها بتحاول جودي ونيك انهم يمسكوه وبيفضلوا يطاردوه وينطوا من مركب للتاني والافراس بتجري وراهم. واخيرا بيظهر نيبلس ويعطل افراس النهر وبيحذر جودي ونيك وبيقول لهم لو الافعى دخلت الانبوب الاحمر بلاش تلحقوها مفيش اكسجين جوه. وفي اللحظه دي بتدخل الافعى فعلا الانبوب الاحمر وبتقرر جودي انها تدخل وراها رغم محاوله نيك انه يمنعها، وبيضطر انه يدخل معاها جوه الانبوب. وبيفضلوا يطاردوا غيري اللي بيكون ماهر جدا وسريع في السباحة، وبتنجح جودي تاخد منه شنطته الصغيرة لكنه بيبلع الكتاب. وساعتها بيلاحظ ان جودي اتخنقت خلاص ومش قادرة تتنفس، وبيلمح باب وبيمسك جودي وبيفتح الباب اللي بيخرجهم خارج الأنبوب في مكان مفتوح. وبعدها بتفتح جودي شنطة غاري وبتلاقي جواها علبة كبريت مبلولة. وفي اللحظة دي بيظهر ماعزين جبليين وبيسألوهم انتوا تايهين؟ نقدر نكلم الشرطة تيجي تساعدكم. فبترد جودي بسرعة وبتقول لهم لا خالص احنا بس كنا بنتمشى شوية. وساعتها واحد من الماعز بيرحب بيهم وبيرمي على نيك شوية زهور وبيقول لهم ان في منتجع للأزواج فوق الجبل وبيتمنى لهم شهر عسل سعيد. ووقتها بتلاحظ جودي ان الزهور دي نفس الرسمة اللي على علبة الكبريت بتاعة الأفعى. ووقتها بتفرح جودي جدا لانها لقت دليل جديد، وبيبدأوا يتسلقوا الجبل عن طريق الحبال الموجودة زي متسلقي الجبال. وبعدها بتحس جودي بالتعب وبيحاول نيك يخفف عنها ويهزر معاها ويسجل لها، فبتتضايق جودي وبتحاول تاخد منه القلم اللي بيقع في النهاية وبيتكسر. فبتتعصب جودي وبتكمل تسلق الجبال، بس اللي ما يعرفوهوش هما الاتنين ان هوبتون كانت بتتبعهم بصمت من بعيد، وبتوصل للمكان وبتشوف القلم المكسور وبتتأكد من وجودهم هنا. وبنرجع تاني لجودي وناكا اللي بيوصلوا للمنتجع أخيرا، وساعتها بتدور جودي على أي دليل في المكان، وفعلا بتوصل لأوضة وبتلاحظ وجود صور متعلقة لأفعى كبيرة مع عيلته في مكان فيه فنار. وبتعرف وقتها إن لسه في أسرار كتير ما اكتشفتهاش. وفي اللحظة دي بيدخل نيك وبيحذرها من الشرطة وبيقول لها أنا مش فارق معايا القضية من أولها لآخرها، المهم عندي إنك تكوني بخير وإنهم لازم يهربوا قبل ما يحصل لها حاجة. لكن جودي بترد بكل حزم وبتقوله أنا بقيت ظابطة علشان أساعد الناس وأدافع عن المظلومين. وفي اللحظة دي بتوصل الكباش الشرطة للمكان وبيطلقوا عليهم السهام المخدرة وبيدمروا كل حاجة في المكان وبينجحوا إنهم يمسكوا نيك. وساعتها بتحاول جودي إنها تهرب بسرعة، لكن واحد من الخرفان بيحاول يقبض عليها، لكن فجأة بيظهر باوبرت والأفعى بينقذوها على آخر لحظة، فبيطلق عليها واحد من الكباش سهم منوم
وبعدها بتفقد جودي الوعي. وبنرجع تاني لناك وهو مقبوض عليه، وساعتها بيسألوا العمدة بريان عن مكان جودي لكنه بيرفض يقوله، وساعتها بيأمر الشرطة يكلبشوه وبيحطوه في عربية الشرطة، وقبل ما تتحرك العربية بيهددوا ميلتون إنه هيودوه لسجن خطير جدا، وبيأمر بقتل الأرنبة. وبنرجع لجودي اللي بتكون راكبة على دراجة نارية مع باوبرت والأفعى، وبمجرد ما بتفوق جودي بيفرح جدا الأفعى وبيعرفها بنفسه وبيقول لها أنا غاري، وبيطلب منها ما تقلقش لو سممها بالغلط لأنه معاه قلم فيه ترياق للسم، وبيطلع الكتاب من جوفه وبيديه لجودي. وبعدها بيوصلوا هما التلاتة لمخيم بعيد في الصحراء، وساعتها بتسألهم جودي هما ازاي اتعرفوا على بعض، فبيقول لها غاري انه زمان بعت رسالة لعائلة ميلتون عشان يحلوا المشكلة سلميا لكنه ما وصلهوش رد، واخيرا جاله الرد باوبرت وقرر يساعده انه يعرف الحقيقة ويكشف السر بقى اللي محيرنا من اول الفيلم ده. المهم بنعرف وقتها ان غاري يقدر يشوف الالوان والرسومات الاصلية اللي اتخبت في غلاف الكتاب، وبيولعوا النار وبيبدأ غاري يكشف الحقيقة، وبيقول لهم إن من حوالي 100 سنة جدته كانت ساكنة في زوتوبيا، ولاحظت وقتها إن الحيوانات هناك مش مرتاحة عشان مش عايشة في البيئة اللي تناسبها، وكمان الجو كان مأثر عليهم. وساعتها فكرت في حل ذكي وهو تقسم المدينة بجدران عازلة للحرارة وتقدر تكيف للمناخ بحيث كل فصيلة تلاقي مكان تعيش فيه بشكل طبيعي، خاصة الزواحف لأنها من ذوات الدم البارد. وسجلت جدته وقتها براءة اختراع للكتاب، وعشان تحقق فكرتها احتاجت راجل أعمال يساعدها في المشروع، لكن الراجل ده كان فاسد ومسح براءة الاختراع وحط اسمه على الكتاب بدل اسمها عشان محدش يعرف الحقيقة ويبقى غني. وبنعرف وقتها ان الراجل ده يبقى ميلتون، وقرر كمان يطمس غلاف الكتاب اللي كان مرسوم عليه مناطق كتير، لكن عائلة ميلتون طمست الرسومات دي بعد ما طردوا الزواحف. وبنعرف ان السلحفة مدبرة منزل ميلتون شافت الحقيقة فبيتخلص منها ميلتون ولفق التهمة لجدة غاري وبدأت ملاحقتها في كل مكان. وبعدها تعرضت كل الزواحف للنفي من زوتوبيا وفصلوا نظام الإمداد بالطاقة والتدفئة عن المنطقة اللي كان عايش فيها الزواحف، ووقتها ما قدرتش الزواحف تعيش في الجو البارد ده، ومع مرور الوقت اختفت المنطقة تحت الجليد نهائيا. وساعتها الوشق افتكر ان الموضوع انتهى، لكن الحقيقة ان السلحفة قدرت تاخد براءة الاختراع الحقيقية وتديها لجدة غاري قبل ما تموت. وبنعرف ان جدة غاري خبت براءة الاختراع في بيتها، وبيقول لهم غاري ان المنطقة اللي كانت عيلته عايشة فيها بتتميز بوجود فنارة، وانهم لازم يشغلوا الفنارة دي عشان يكشفوا المنطقة، بس لازم يعدوا جدار التندرة ويلاقوا بيت الأفعى في تندرة تاون. ووقتها بتتحمس جودي جدا وبتطلع الصورة اللي فيها جدة غاري وبيظهر فيها الفنارة، ووقتها بيطلع باوبرت موبايله وبيشغل الGPS عشان يوصل للمكان، لكنه ما يعرفش انه متراقب والشرطة قدرت تحدد مكانه. وبنرجع تاني لناك والد في السجن واللي بيكون مليان مجرمين خطيرين، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي نابلس محبوس في الزنزانة اللي قدامه، وبينجح نابلس انه يصنع مفتاح من الخشب ويساعد ناك انه يهرب من السجن، وبيهرب كل السجناء واللي بيركبوا عربيات الشرطة وبيسيبوا ناك ونابلس ويهربوا. ووقتها بيتصل نيك بصديقه فلاش اللي بيوصل وبياخدهم في عربية وبينطلق بكل سرعة، وبعدها بيتصل نيك بكلو هاوزر عشان يعرف منه مكان جودي، وفعلا بينجح انه يحدد مكانها عن طريق الGPS وبيقوله انها عند جدار التندرة. وبنرجع تاني لجودي وغاري وبابرت اللي بينطلقوا بالدراجة النارية عشان يوصلوا لجدار التندرة ويبحثوا عن المنطقة المخفية. وفي اللحظة دي بتلاحظ جودي ان الشرطة بتطاردهم فبتكسر موبايل باوبرت لانه متراقب، وبيوصلوا لجدار التندرة وبيكون عنده مهرجان كبير للغزالة، فبتقرر جودي واللي معاها انهم يستخبوا في خيمة الغزالة واللي بتستغل الفرصة وبتنتقم من الحمير الوحشية. في الوقت ده بيعرف ميلتون ان جودي وابنه باوبرت عند جدار التندرة، وده معناه انهم قريبين من الدخول لتندرة تاون واكتشافوا الحقيقة، فبيتصل بالشرطية هوبتون اللي بتطارد جودي وبيطلب منها تستخدم سهم السم لقتل جودي، وقبل ما تطلق السهم في آخر لحظة بيخبط فيها زميلها بالخطأ وبينطلق السهم ناحية جودي وباوبرت وبتظهر عربية فراش في آخر لحظة وبينقذهم. وبعدها بينزل ناك ونابلس وبينضموا لجودي وغاري وباوبرت وبينطلقوا في اتجاه باب لتندرة والشرطة من وراهم، وفعلا بيدخلوا كلهم ما عدا ناك اللي بيفضل بره الباب. وفي اللحظة دي بينور لمبة تحذير إن الجدار هيفعل الحماية وده ممكن يقتل ناك. وبعدها بتوصل جودي وباوبرت وغاري لغرفة التحكم الحراري وبيوصلوا لدراع التحكم اللي صورته موجودة في الكتاب، وبيوصلوا الطاقة المنطقة وبيدوروا على موقع الفنارة اللي هتكشف لهم منطقة الزواحف من تحت الجليد، وفعلا بتنور الفنارة وبيقدروا يحددوا المنطقة اللي بيدوروا عليها. في اللحظة دي جودي بتشوف نيك بره الباب على الشاشة وبتنجح انها تفتح الباب عن طريق التحكم عن بعد، وبيدخل نيك على آخر لحظة بعد ما الجدار ارتفعت درجة حرارته جدا. وفي اللحظة دي باوبرت بيفجر المفاجأة وبيكشف نواياه الحقيقية وبيسمم جودي، لكن غاري في اللحظة دي بيحاول انه يعده لكن باوبرت بيرميه في التلج، ووقتها بيتجمد غاري من البرد وبياخد منه المصل وبيسيبهم ويمشي.
ووقتها بتحاول جودي تصحي ضميره، لكنه بيقولها ان ده الحل الوحيد عشان الحقيقة تفضل مدفونة ويكسب ثقة أهله فيه من تاني. وفي اللحظة دي بتحاول جودي بكل قوتها انها تنقذ نيك، لكن السم بيشلها تماما وبتفقد القدرة على الحركة. وبيقدر باوبرت انه يوصل لنابلس وبيحقنه بالسم هو كمان، وبيوصل أخيرا لنيك وبيحاول يسيطر عليه ويحقنه بالسم، لكن نيك بيقاوم بشدة وبيحصل ما بينهم خناقة كبيرة. وفي اللحظة دي بيقدر غاري انه يطلع من التلج ويوصل لجودي ويكسب حرارة من جسمها. وساعتها بيشوف المصل مع باوبرت على الشاشة، وقبل ما ياخد جودي ويتحرك بيها عشان يجيب المصل وينقذها بتدخل الشرطة وتقبض عليه، لكن غاري بيقاومهم وبيحاول يهرب منهم وبيتكلم بصوت عالي وبيطلب من نيك انه ياخد المصل من باوبرت عشان ينقذ جودي. وبينجح نيك أخيرا انه ياخد المصل ويرميه لغاري اللي بينقذ جودي فعلا. وبعدها بيهربوا من الشرطة وبتنطلق جودي عشان تنقذ نيك قبل ما الجليد يتكسر. وفي اللحظة دي بيقع باوبرت من فوق السور وبتنجح جودي في انها تنقذ نيك بمساعدة غاري. وبعدها بتحضن جودي نيك وبيعترفوا بمشاعرهم، وبيعتذر نيك عن غرابته وسخريته وبيقول لها انه بقى افضل بفضل وجودها في حياته. وبتعترف له جودي بحبها هي كمان. في نفس الوقت بينقذ غاري نابلس، وفي اللحظة دي بيسرق باوبرت موتوسيكل وبيهرب بيه على قصر العيلة. وبمجرد ما بيوصل بيه يقول لهم أنا مش خاين، كل اللي بعمله ده عشانكم، عشان تبصولي زي ما بتبصوا لبعض، عشان تحبوني وتعتبروني واحد منكم بجد. ووقتها بنشوف بريان وهو بيراقب كل اللي بيحصل، وبيهددوا ميلتون إن لو قال أي حاجة هيعمل منه غراء. وفي اللحظة دي بيوصل جودي ونيك وغاري ونابلس وبيهاجموا ميلتون، لكن باوبرت بيستغل الفرصة وبيروح عشان ياخد براءة الاختراع، لكن جودي ونيك بيلحقوه وبيركبوا الكساحة عشان يخترقوا المتاهة، وفعلا بيقدروا يتغلبوا على باوبرت وبيكتفوه. في اللحظة دي بيرجع بريان لصوابه وبيضرب ميلتون، وأخيرا بيشغلوا الفنارة وبيلاقوا بيت جد غاري والصندوق اللي فيه براءة الاختراع. ووقتها بيفرح غاري جدا وبيسترجع ذكريات طفولته في بيت جدته. وبيظهر باوبرت مرة تانية وبيحاول يولع في البيت، وفي اللحظة دي بتظهر الشرطية هوبتون وبتضربه على راسه بالطاسة إياها وبيغمى عليه. وبعدها الشرطية بتعترف بجودي ونيك مرة تانية، والخبر بيملى شاشات الأخبار وبيكرمهم العمدة. والضابط بوجو بيبدأ يتعالج ويخف، وبعدها الزواحف بترجع تعيش من تاني في زوتوبيا، وبيرجع غاري لعيلته واللي بيشكروا جودي على وقوفها معاهم. أما النهاية فكانت رومانسية خالص. نيك بيقدم لجودي قلم جزر جديد ومتسجل عليه، واعترف انه بيحبها، بس مفيش وقت للراحة، لسه قدامهم 200 سجين هارب. نهاية حماسية بتفتح الباب لمغامرات تانية جاية. وبس كده، الملخص ده بصوت هبة طارق، واللي كتبه ومنتجه حمادة عزت. وفي النهاية إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب لقناة موفي تونز وتفعل الجرس، وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. والسلام.